هيا بنا نغرس البطاطا لنعيش ببساطة. ميني فلوق، وصباح الخير عليكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال، والتحية للمشاهدين من طنجة للقويرة وخاصة الناس إجبالة. مرحبا بكم في فيديو جديد وشغل جديد. كما كتشوفوا لبست صباطي وهزيت فاسي وشديت طريقي أنا والحارس الشخصي ديالي. كما كتشوفوا شادين طريق. دابا نمشيو واحد الغرسة نوجدوها باش نغرسوا البطاطا. كما كتشوفوا دابا وصلنا للغرسة، وهاد البلاصة هادي عامرة بالحريق والغبار والتومة والقزبر. كما كتشوفوا هذا حريق ما صالح حتى شي حاجة، فيه المنفعة الطبية، ولكن حنا عندنا هنا ما كيصلح حتى شي حاجة. دابا الغرسة هادي نخدموها كاملة، ما نخليو حتى شي غابرة تماك او شي حريقة او شي نبتة. كما كتشوفوا جبد الكنز، ولكن في هذه اللحظة هذه البطاطا احسن منه. ما عندنا ما نقيو به سيب الكنز عليا. كما كتشوفوا نحفروا مزيان حيت البلاصة هذه كاملة غبار، والبطاطا ضروري تكون في الغبار. كما كتشوفوا الحميمة ديالنا حتى هما على الشجرة، ومساند رسمي حتى هو كيجي يطمئن عليا ويحرس ويشوفني شنو كنعمل. دابا وصلت للنهاية الحفاري للبطاطا وعييت وترخيت كما كتشوفوا. وكما كتشوفوا اخوتي عييت وترخيت وجلست في الارض نرتاح واحد شويه باش نبداو عاوتاني العمل من جديد. ضروري بنادم يرتاح شي حاجه، حيت الخدمه متواصله ومتتاليه يعني كتجيب العيا بزاف. دابا كنشرب. هذه هي الغصه اللي غسنا مره اخرى فيها الثومه. تبارك الله وجدت. راه الفيديو حتى هو عندي منزل على الصفحه، ويقول لك غرس البطاطا باش تعيش ببساطه. اللهم خدمتي لا عشت ببساطه. كما كتشوفوا جا عندي عاوتاني القط ديالي نلعب معه واحد شويه باش نكسر شويه الروتين، باش نستعدوا من جديد ونشوفوا هاد الكرتونه معمره بالبطاطا يعني الغراسه. كما كتشوفوا نحطوا البطاطا في الحفره وفي الغبار ديالها، ونحملوا العروق ديالها يكون فوقي كما كتشوف، ونهزوا التراب يعني ماشي التراب ديالها الاصلي، يعني التراب الفوقاني، عاد كنكبوا التراب الاصلي اللي كان فيها باش يكون التراب ما مسوش ويكون مالح وتجيب الغلاء مزيانه. وبطاطا كما قلنا ضروري خصها الغبار والتراب مزيان. كما كتشوفوا وجبرنا بعض البطاطا يعني فيها جوج العروق، يعني ضروري نقسموها ونغطيوها بالرماد، عاد كنقيوها في الحفره ديالها باش تجيب لنا الغلاء مزيانه. كما كتشوفوا دابا وصلنا اخر حفره واخر بطاطا هي اللي بقات نشاركوها معكم باش تجي البركه. يلا نعملوا البركه ونجيو كاملين نغرسوا هاد الحبه اللي باقا لنا هي الاخيره. كما كتشوفوا نغرسوها معا وحضروا البركه وحزموا الصمطه. وسالينا من ديك الكرتونه ونحيدوها علينا، نرد فيها الغذايه ديال التماره. سيب عليا. ودابا عاوتاني حزموا الصمطه ويلا ونمشيو للدفله باش نقطعوا الشطوار، باش نغطيو داكشي اللي غرسنا البطاطا باش ما يجيوش الدجاج والطيور ويبشبلوها وما يخليو تما حتى شي حاجه، حيت الارض يعني رطبه والشيشه جات غير في الغبار. دابا الطباطا قطعناها وعييت وترخيت صراحه. في هذه اللحظه هذه حسيت بالسخفه. كما كتشوفوا على السقف دابا قدامكم. ضروري بنادم كيكون عيان، وضروري يعني من الجهد. هذا هو الروتين اللي كنعيشوه يعني في الباديه. ضروري تخدم يعني حتى شي نهار ما تبقى يعني جالس. دابا كنقطعوا هاد الشطيبات هذا باش ندوها كما قلنا لديك الغرسه اللي غسناها بالبطاطا، باش نغطيوها من ديك الدجاج ونغطيوها من الطيور باش ما يبشبلوها شي ويخرجوها للفوق وياكلوها ما يبقاش فيها الغله. كما كتشوفوا جريت ديك الشطب يعني كاملين وديتهم في غرس البطاطا، ونغطيوها عاوتاني ونخليو حتى شي حفره يعني باينه باش ما يجيبش لينا الدجاج، حيت قريبه للدار يعني الدجاج كيجيو لينا يبشبلوها حيت ساهله يعني جات غير في الغبار قدام الدار. وضروري ما يبشبلوها الدجاج بحثا عن الخضر. كما كتشوفوا لقيت دابا جا عندي قال لي يلاه نمشيو بحالنا. فعلا دابا سالينا، هزيت الفاس ديالي والبيكو وزديت مع الطريق. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا متابعه الصفحه، والى فيديو اخر. السلام عليكم.